اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في الحقيقه انه كل مرسوم يتضمن اعطاء لرئيس الوزراء يتضمن بطبيعته اعطاء لجميع الوزراء، الا انهم يستمرون في تصريف العاجل من الامور لحين تشكيل الحكومه الجديده، وهو امر مفترض لانه القول بغير ذلك يجعل هناك فراغا في النظام القانوني. لكن ما حدث في الكويت انه بعد استقاله رئيس الوزراء كلف رئيس وزراء جديد. لهذا السبب فإن استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق يترتب عليها إعفاء الحكومة السابقة بكامل أعضائها، فلا يبقى يعني الآن في النظام الدستوري في الجهاز التنفيذي إلا رئيس مجلس الوزراء. ونشأ الآن خلاف حول ما إذا كان بالإمكان حل البرلمان في ظل غياب حكومة مع وجود رئيس وزراء مكلف. طيب هذا يعني جانب أو سؤال أريد أن أوجهه إليك حول دستورية حل المجلس، بينما رئيس الحكومة التي استقالت كان يعني يواجه اتهامات له بفساد. واتهاماته بالفساد لا تؤثر على يعني إمكانية يعني قبول الاستقالة، لأن قواعد المسؤولية الجنائية لها نظام قانوني يختلف عن قواعد المسؤولية السياسية. الإشكالية في الكويت الآن أن هناك من يعتبر بأن حل البرلمان في ظل غياب حكومة يعتبر أمرا مخالفا بالدستور، وهو ما لا أتفق أنا شخصيا معه، باعتبار أنه المتطلبات الواردة في حل البرلمان هي المتطلبات الواردة في المادة 107 من الدستور التي أوجبت أن تكون أداة الحل هي المرسوم الأميري، وهي صلاحيات يمارسها الأمير عن طريق التوقيع المجاور، بمعنى أن هذه الرغبات تباشر عن طريق الوزراء المختصين، وهو في هذه الحالة رئيس الوزراء المكلف. فيكفي أن يوجد رئيس وزراء حتى ولو لم تكن الحكومة مشكلة تشكيلا كاملا لحل البرلمان، واعتبار أن هذه المسألة متطابقة مع المتطلبات الدستورية الواردة في المادة 107، لأن هناك فرضية. المشرع الدستوري استلزم أن تشكل الحكومة، أن يكون من بين تشكيل الحكومة أعضاء في البرلمان. طيب أستاذ عبيد، يعني هل تعتقد أنه سيكون قانونيا أن يكلف رئيس الوزراء المستقيل مرة أخرى بتشكيل حكومة لو جرت انتخابات؟ إذا كنت تقصد أنه هل بالإمكان أن يكلف رئيس الوزراء المعفي من منصبه في تشكيل حكومة جديدة لاحقا غير الحكومة القائمة الآن، لأنه كل